اليوم عندي سؤال بسيط. قديش بده يعيش الإنسان؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ طيب، هال 100 سنة هل عاشها كلها بقوته بصحته بشبابه؟ أكيد لا. في سن الطفولة، في سن الشيخوخة. يعني إذا بتحسبها فعليا ما بيعيش الإنسان 20 30 سنة 40 سنة يا أخي، وينك؟ يعني بصحته وبقوته. والله أعلم. أنا أتكلم من باب يعني النقاش. هل يعني أنت مقابل هذه الكم سنة اللي أنت عايش فيها بالأرض، هل تبيع آخرتك بثمن بخيس؟ يعني أنت عمرك 100 سنة، بدك تعيش 100 سنة هون، وبالأخير بدك تموت. فمعناتها في نهاية، والنهاية هي محققة للجميع، وسنة الله في الأرض الموت. هذا التعب وهذا العرق وهذا الجهد لكي تعيش كم سنة في هذه الأرض، وثم سوف تنتقل إلى الحياة الآخرة، وهناك الحياة الأبدية السرمدية اللامتناهية. فلا تبيع لا تبيع آخرتك بدنيا فاضية. فلا تنسى إن اليوم عند الله 50,000 عام ما تعدون. فإذا بتحسب عمرك بشكل رياضي ما بيطلع نص ساعة، ساعة، ربع ساعة يعني. فبقدر صبرك في هذه الدنيا ستؤجر في الآخرة. يعني تاجر مع الله تربح. فهناك الحياة اللامتناهية السرمدية، والبقاء دائما لله. وأكرمكم الله بلقاء الله وهو راض عنا جميعا بألف ألف خير.